السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهارده فيديو بسيط جدا لكن مهم جدا 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 من مطبخ المضونة. طبعا الحشرة دي شايفينها طبعا زي واضحة كده. دلوقتي انا جبت السمك ده سمك البحر عادي، سمكة غريبة يعني. فانا جيت انضفها، بعد ما نضفت السمك كله لقيت الاتنين دول فيهم الحشرة اللي هي الطفيلية دي في السمك بتاعي. تمام. فاحنا كان جت ظاهرة قبل كده قالك الحاجة دي لو لقيتوها في السمكة هتبقى السمكة مسممة ويرموها ومش عارفة ايه والكلام ده وربط الرعب للناس. لا، مش كده خالص. طبعا دي الجسم الغريب ده او الحشرة دي بتيجي في السمك طبعا من البحر. هي وظيفتها ايه؟ هي مش مضرة ولا حاجة للسمكة، بس هي شغلتها طبعا موجودة في الشمال وفي اليمين عندنا اهي في السمكتين دول. بس هي شغلتها ايه بقى؟ ان هي يعني تاكل الاكل بتاع السمك. يعني اي حاجة السمك بتغذى عليها الحشرة دي بتاكل الاكل بتاع السمك، فبالتالي حجم السمك ما يكبرش. فهي مش مضرة، يعني مش ضارة السمك، ومش مفيش فيها اي حاجة، وما نرميش السمكة ولا اي حاجة. احنا بنطلعها كده بنشيلها. هي اي نعم شكلها وحش جدا، بس احنا قلت اما افيدكم بقى ايه بالمعلومة دي، عشان طبعا السمك غالي وكده فحرام ان احنا نرميه. وانا سألت ناس يعني في العزبة واللي هما بتوع الاسماك والحاجات دي، قالوا هي لو مضرة او هي بتضر السمك مش هينزل يتباع في السوق. فهي مش مضرة خالص. بنشيلها نطلعها وننضف السمكة، وطبعا السمك بتاعنا بتغسل كويس وبتنقع ومفيش فيها اي ضرر خالص. هي بس بتخلي حجم السمك صغير ما يكبرش بس. فهي مش مضرة ولا اي حاجة، بس حبيت اطلع لكم بالمعلومة البسيطة دي، طبعا تبقى مفيدة وكل واحد ياخد باله كده، عشان طبعا القلق اللي بيحصل والكلام من ده. وفيديو بسيط كده وعلى السريع. ما تنسوش تشتركوا في قناة مطبخ ام مضونة وتحطوا لايك للفيديو، والسلام عليكم.